تخيل معايا طيارة حديثة على أعلى مستوى فيها 239 راكب بتختفي من الرادار فجأة، لأن ده استغاثة، لا أثر ولا حطام ولا أي تفسير منطقي. الرحلة دي كانت هتفضل مجرد رحلة عادية زي آلاف الرحلات اللي بتطلع كل يوم، لكن اللي حصل خلى العالم كله يتوقف يسأل ويشك. أكبر لغز طيران في القرن 21، وده اللي هنعرف تفاصيله دلوقتي في الرحلة الماليزية MH370. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. في يوم 8 مارس سنة 2014 طيارة تابعة للخطوط الماليزية أقلعت من كوالالمبور وكانت رايحة بكين في الصين. كل حاجة كانت ماشية تمام، الطيارة أقلعت في الميعاد والأجواء مستقرة جدا، لكن بعد حوالي 40 دقيقة الطيار تواصل آخر مرة مع برج المراقبة وقال عبارة مشهورة جدا: كل شيء طبيعي، تصبحون على خير. دي كانت آخر جملة اتسمعت من الطيارة. بعدها اختفت من على الرادار كأنها ما كانتش موجودة أصلا. لا إشارات، لا رسائل طوارئ، ولا حتى آثار في الجو والبحر. التحقيقات بدأت فورا وتم تمشيط آلاف الكيلومترات من المحيط الهندي، لكن مفيش أي نتيجة. الاحتمالات كانت كتير. هل حصل عطل فني مفاجئ؟ هل يا ترى الطيار خرج عن المسار متعمد؟ هل الطيارة اتخطفت؟ التحقيقات بدأت تميل لنظرية غريبة وعجيبة جدا: إن الطيار قفل أجهزة الاتصال بنفسه وغير المسار ومشي مسافة كبيرة فوق المحيط لحد ما الطيارة نفد منها الوقود وسقطت. بس السؤال الأهم هو ليه هيعمل كده؟ على مدار السنين طويلة بدأت تطلع قطع غيار من حطام الطيارة على سواحل أفريقيا ومدغشقر، لكن لحد النهاردة مفيش حطام كامل أو صندوق أسود اتلقى. في ناس كتير بتقول إن الحكومة الماليزية أو أطراف تانية بتخبي الحقيقة. في نظرية تاني بتقول إن في تجربة عسكرية حصلت بالغلط وأدت لسقوط الطيارة. وفي ناس بتصدق إن اللي حصل ده خارج عن السيطرة، لغز طبيعي مش مفهوم، أي في علم الماورائيات. الموضوع بقى قضية عالمية وسبب حقيقي لقلق ملايين من الركاب حول العالم. اللي نعرفه هو إن الطيارة اختفت، واللي مش معروف هو ليه ومين وإزاي. هل الحقيقة هتظهر في يوم من الأيام، ولا هيفضل الموضوع واحد من أعظم وأغرب الألغاز في تاريخ الطيران الحديث؟ اكتب لي رأيك في التعليقات. هل شايف اللي حصل ده حادث عرضي طبيعي جدا، ولا في سر كبير بيتخبى علينا كلنا؟ ما تنسوش الاشتراك واللايك علشان يوصل لكم كل جديد.